تفضل ابو عاش. طيب لا حد يقاطع. حديث الغد. نعود الى حديث الغدير وما حصل فيه. نحن قلنا بالامس ان الحديث بكل طرقه لا تصح. هذا خيال، هذا خيال بالحديث بكل طرق. هاي شبعنا منها. حديث ابو الضحى، حديث ابي الضحى صحيح. حديث اللي قرأ سيد ميثم كله فولاذ. صحيح. الذي قرأه سيد ميثم صحيح. يلا جاوب. فيه ابو بكر ابي داود، وهذا قال عنه كذاب وقال عنه منسلخ، ويعني كلام كثير، فالرواية لا تصح. لحظة لحظة، بيش كذب؟ بيش كذب في ماذا؟ كذاب. هذا أبوه يقول لي كذاب، ابن أبو ليد يقول كذاب. والأب من الكذاب؟ من الكذاب أبو عاشة؟ من؟ أبو بكر بن أبي داود. هو سيد ميثم الأجري هذا. طيب حديث الطحاوي: أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان يعني الأعمش قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم. ضعف هذا الحديث. الطحاوي يقول لا إشكال في إسناده. يلا هو تعرفه من أبو جعفر الطحاوي؟ ابن تيمية يمدحه ويمجد بكتابه العقيدة الطحاوية إذا ما تعرفه. فيه الأعمش وقد عنعن. ما تأخذ بعنعنة الأعمش؟ لا ما ناخذ بها. لا 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 ليس عن قال حدثنا. لا تكذب، لا تدلس. عن الأعمش عن من؟ لا الأعمش قال حدثنا حبيب، حدثنا ما قال عن. ايه حبيب بن ابي الطفيل عن ابي، قال حبيب بن ابي ثابت عن ابي الطفيل. اذا الأعمش لم يعنعن، حدثنا. ليش تدلس؟ مو انت تقول انا عندي خبره بالصناعه الحديثيه، ما تميز بين العنعنه وبين حدثنا؟ ابو عائشه والله خجلتنا ابو عائشه، لا تميز بين العنعنه والتحديث. ساكت لي ساعه ما تكلم. خلي يتكلم، خلي يكمل ابو كريم. ايه تفضل. طيب ناتي الى كلام الشيخ الألباني. طبعا الشيخ الألباني قال هذا القول كما يقول، يعني نقول إنما هو من باب الغيرة على السنة فيما يراه هو، ولا شك أن الصواب كان مع شيخ الإسلام ابن تيمية. هو رد عليه قال هذا يتسرع. الحق كان مع شيخ الإسلام ابن تيمية وليس معه. لا أنا أقول الحق مع الألباني كان على حق. لا 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 الحق مع الألباني. لا الألباني فصل أبو عاشة وابن تيمية لم يفصل. هل ابن تيمية يقول هذا تشهيا وبدون علم؟ من يقول ذلك يا جماعة؟ لا يقول تشهيا. تدري ليش تشهيا؟ لأن يقول مثلا الشيعة لا يكرهون رقم 10 لأن 10 مبشرة بالجنة، وإحنا الطفل عندنا حتى بالغدير نقول له أنت نجحت 10 على 10، نعطيه 10 ويقول هم يكرهون رقم 10 لأنه 10 مبشرة بالجنة. والله العظيم لو الآن اعطيتني 10 مليون تبرع للقناة تقبلها منك. لو 10,000 ريال، قبل فترة واحد تبرع ب10,000 ريال، شو نكره ال10 خاصة إذا بها آلاف. هذا الدين، دعنا من التبرعات، دعنا من هذا، أنا أتكلم عن الدين. يعني يا جماعة الخير أبو كريم الحاج وعد. لحظة أبو عاشة، الذهبي وابن كثير صحح حديث النسائي هو اللي هذا حديث أبو الطفيل. الذهبي وابن كثير. يا أبو كريم أنا قلت لك ولا زلت أعيد كل طرق الحديث. لا أنت قلت عنعنة. أين عنعنة في الحديث الأعمش؟ يلا تفضل. لا والله لا اليوم أعنعنك اليوم أبو عاشة. دقيقة خلني أكمل. طيب أنا لا حجي واحد قبل شوية نقدك والآن ما تنقدك. أين عنعنة الأعمش؟ اقرأ السند. قريته توني قريته. يلا السند هذا، يلا هذا السند. قال حدثنا أحمد بن شعيب. تعرفه من هو أحمد بن شعيب أول؟ خلينا نشوف صناعته الحديثية. من هو أحمد بن شعيب؟ كمل. لا من هو أحمد بن شعيب؟ النسائي يا رجل. ما شاء الله زين.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان يعني الأعمش قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت يعني عن سليمان إيه أبو عوانة عن الأعمش مدلس. لحظة، الأعمش حدث 16 حديثا في البخاري ومسلم. الأعمش مدلس في سنده الأعمش. إذا البخاري روى 16 رواية. اسمعني اسمع البخاري روى 16 رواية بها سماع 7 وعنعنة ب9، وفي مسلم 15 رواية صرح بالسماع ب5 وعنعنة ب10. يلا، ولهذا الذهبي قال عنه صحيح، ولهذا الذهبي قال عنه صحيح. أنا أبين لك ما عندي مشكلة، بس أنا الآن لم أدخل. لا الأحاديث اللي عنعن بها بمسلم ضعيفة. والله أن تعلم منهجية البخاري ومسلم لا يروون له منفردا، يا إما مقترنا. لا انفرد به. وثانيا يروون ما صح من حديث. هذه منهجية البخاري ومسلم، ما يروون له كل حديث. إذا كيف صححه الذهبي وابن كثير؟ كيف صححه الذهبي وابن كثير؟ والنسائي والطحاوي كيف صححوا الحديث؟ ما عليه منهم صحيح. فالأعمى إذا شنو المنهجية بالصناعة الحديثية تفضلت بها البارحة؟ ما هي المنهجية؟ قلت لك المنهجية في الصناعة الحديثية أن الإمام البخاري الذي أنت الآن تستشهد به لماذا روى عن الأعمش وكذلك مسلم، قلت لك البخاري ومسلم لا يرويان عن الأعمش إلا ما صح من حديثه، وأيضا لا يروون له منفردا بل مقرونا بغيره. هذه منهجية البخاري ومسلم في الرواية عن المدلسين وعن الضعفاء وعن غيرهم، لا يروون إلا ما صح من حديثهم. هذا أولا. ثانيا سؤالي لك، كيف صحح الذهبي الحديث؟ الله يخليك، سؤالي كيف صحح الذهبي وابن كثير الحديث؟ عنده معصوم، الذهبي يخطئ ويصيب يا رجل، مثل الذهبي مو معصوم؟ ما هو معصوم، نعم يخطئ ويصيب. زين، والألباني؟ كذلك الألباني يخطئ ويصيب. والنسائي ما عندنا أحد معصوم مثلكم، ما عندنا. الطحاوي إذا كل طيب، إذا كل علماء، كل علم الجرح والتعديل مالتكم يجب أن يرمى بالسلة المهملات لأنه غير معصومين. نعم، لازم ننظر في الرواية، ننظر في الرواية. هاي الرواية قال عنها الألباني لها شواهد كثيرة، وقال الذهبي الطبري كتب كتابا كاملا في الغدير. يلا. ماذا؟ الطبري السني ألف كتاب من جزئين سماه الغدير، وصحح الحديث بكل طرقه. يلا، بالطرق مالته. يا أستاذ أبو كريم، قلت لك أنا البارح هناك من صححه، لكن لا نقول بالتصحيح. السبب ليش ما تقبل بالتصحيح؟ أنا قلت لك السبب. إيه؟ في المتن نكارة، وفي السند جهالة وضعفاء والضعيف. لا أين أنت قلت السند بعنعنة، هاي ليست جهالة، العنعنة ليست جهالة، صح ولا لا؟ يا قلت لك في بعض السند، لا إله إلا الله، قلت لك في السند إما وضاعين، مدلسين، جهلاء، كذابين. ما هذا. طيب الألباني لما خرج الحديث بكل طرقه كان جاهل؟ منو؟ نقول الألباني عندنا مشكلة، أخطأ. أبو كريم، بس الشيخ أبو عائشة سألني على وحيا الله الشيخ محمد سلام سألني على قول ابن تيمية، يقول لي ابن تيمية هو يعني لا يقارن بالألباني أو كذا. شوفوا إخواني الأخوة يعتقدون أنه أنا كنت آتي بالكلام حول العشرة من رأسي. هذا كتاب منهاج السنة النبوية أمامكم على الشاشة، سأضع الكتاب على الشاشة. يقول ابن تيمية في منهاج السنة: ومن حماقات الرافضة، يقول ومن حماقاتهم، يقول اسمعوا يا أخواني، كبر أبو كريم، يقول ومن حماقات الرافضة
كثيرة جدا. يقول مثل كون بعضهم لا يشرب من نهر حفره يزيد، مع أن النبي صلى الله عليه وآله والذين معه كانوا يشربون من آبار وأنهار حفرها الكفار. بس احنا عرفنا المي كله ورحنا على مي يزيد. هاي وين اللي قال ابن تيمية؟ المهم يقول وبعضهم لا يأكلوا شبي، يقول لا يأكلوا التوت الشامي. يقول بعضهم لا يأكل التوت الشامي. زين اخواني، هذول اللي يروحون ياكلون الموطة من سوريا والكباب والتكة والتوت، كلهم ذولا كذاب. هذا وين اللي قال ابن تيمية انه التوت الشامي ما ناكله؟ لين شامي. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه واله ومن كان معه كانوا يأكلون مما يجلب من بلاد الكفار من الجبن ويلبسون ما تنسجه الكفار. يعني احنا ذا ثوب مخيط بسوريا او كذا بالشام ما نلبسه، ولا جبن. والله العظيم احنا عندنا هنا محل سوري شلون يجيب، والله كله اشتري منه. ايش فيه يعني؟ بل غالب ثيابهم كانت من نسج الكفار، ومثل كونهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة. يقول احنا نكره ان نلفظ العشرة. زين انا قبل يومين واحد تبرع ب10,000 سعودي. ايش قلت؟ قلت تبرع ب10,999 واحد. لو قلت 10,000 ب9,000. يقول كونهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون 10 حتى في البناء لا يبنون على 10 أعمدة ولا ب10 جذوع ونحو كذلك. يقول إنه الشيعة لا يبنون ب10 أعمدة. يدري أنت جاي لبيوتنا، أنت شيخ الإسلام لو شيخ الدنق تعد الأعمدة، يعني هذا مسوي عمود، هذا مسوي نخلة، هذا مسوي جذع. معقولة؟ معقولة يا أخواني؟ إلى هالدرجة وصلنا إنه يقول إنهم لا يبنون على 10 أعمدة. أنت دخلت كل بيت شيعي وتقول هذا 1 2 3 4 يسووا 9 ويطفرون العاشر. يقول لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم 10 المشهود بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني إحنا نكره علي بن أبي طالب عليه السلام وغيره من الأمور التي ابن تيمية إنسان حاقد على شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم أبو عاشا. هذا الكلام اللي أظهرته حتى تكونون بالصورة، هذا الكلام اللي أظهرته. لكن الشاهد إخواني إنه الدين ما ينشر بهكذا حقد، إنه أكذب على الناس حتى لو يعني أكذب عليهم لأنهم من المخالفين لي. المفروض الإنسان طرحه يكون صادقا مع الله ومع الناس. هذا ابن تيمية يقول اللي هو ضعف الحديث، فهذا أبو عائشة لا يصدق. صح لا محمد سلام؟ الشيعة اللي في زمان، الشيعة في زمان. تفضل أبو عائشة. الشيعة في زمان ابن تيمية، الشيعة في زمان ابن تيمية يختلف كثير من الأمور عندهم عن الشيعة الموجودين اليوم.